مرحبا. قول. الله يسلمك. كيف الحال؟ هلا مبسوط. الله يسلمك، الله يحفظك، اهلا وسهلا. كل شيء تمام؟ كل شيء تمام الحمد لله. هذا الفندق ممتاز، مبروك عليك الفندق. الله يبارك فيك، الحمد لله. اهلا وسهلا. شايف يا جوزك قديش مهم؟ مدير الفندق بحاله طلع يستقبلني ويسلم علي. يلا قدامي. اوبريتر نعم. اهلا. سلامتك. ها؟ في الفندق دكتور مناوب على طول في الطابق الاول. اهلا سلامتك. اهلا هلو. اهلا سمير. ها؟ طلبت لك الاجازه من المدير، بس تعرف شو قال لي؟ قال لي اذا بدي اعطي سمير اجازه عشان مرته خلفت له 4 توائم، معناته الاوتيل يعني بيصير سلطه. ايه طبعا رفض، بحلاوه قبل لك اياها. اهلا هلا. اما الناس. تفضل تعال. هيا سيدي مخطط الأراضي جبت لك إياه، تفضل. هان قطعة الأرض تبعتك. انت متأكد يا دكتور انه قطعة الارض جاي على 4 شوارع؟ يا رجل أنا بدي أغشك، أنا صرت بايع 30 قطعة أرض هون، 30 قطعة أرض خلال شهرين، يا بتلحق يا ما بتلحق. وبعدين أنا مش يعني زي ما تقول ببيع، بس أنا لأصحابي وأصدقائي بختار. دكتور الحقني يا دكتور، الحقني. بنتي يا دكتور، بنتي وقعت على ظهري يا دكتور على منطقة الحوض. طيب خدي لي رقم الحوض ورقم القطعة وهيني جاي على الغرفة. قصدي خدي لي رقم الغرفة. الو اهلا مديحة. هلا. ايه مسكينة هالست الصغيرة، مسكينة. مش معقول، مش قادرة تختار. مسكينة مش قادرة. يا ستي. قال ايش؟ مخير لي اياها، يا بتختار سيارة يا بتختار جاكيت فرو. اوكي باي باي. هلا اهلا. ما حكيت اشي. ما هو أنا كنت أحكي مع مرتي. أهلا دكتور. طمني يا دكتور، شو نتيجة صور الأشعة؟ انا بصراحة مش عارف كيف اواجهك يا اخي. أنا يا دكتور متعود على صراحتك المطلقة، وأرجوك كون صريح معي جدا جدا. صراحة بصراحة يعني بدي اقولها وامري لله. تفضل. شكرا. تفضل احكي يا دكتور. انا بعد دراستي لصور الاشعة، الصراحة بعد دراستي لصور الاشعة لك عندي خبرين، واحد سيء وواحد سيء جدا. لهالدرجة هاي يا دكتور؟ نعم. الخبر السيء يا سيدي، الخبر السيء بعد دراسة الأشعة أنت معك بس 24 ساعة تعيش. 24 ساعة؟ ومالهم ال 24 ساعة؟
هدول راح أعيشهم أحلى من كل حياتي السابقة. 24 ساعة مليئة بالسعادة والحياة والفرح والمرح، ولا يهمك يا دكتور. وما أعتقدش إنه في خبر أسوأ من هيك يا دكتور. في إيش هو يا دكتور؟ لأنه تأخروا صور الأشعة، كان لازم أبلغك قبل ب 24 ساعة. وشو ما قال لك باش بتفتشر؟ قطعتي لي حبل أفكاري، وأنا بحبش لما أكون أفكر حد يقطع لي حبل أفكاري. بفكر، تتذكري لما ركبنا القطار قبل سنتين؟ من يوميتها الله وكيلك لا بنام لا ليل ولا نهار. بفكر شلون هذا القطار بيمشي في نفس الطريق وما بيضيع، مع انه حديد بحديد. عزيان، هو انت ما ظفرت شيء؟ ما ظفرت شيء وهو كل ساعة بوقف وبسأل وين الطريق؟ عزة عدم المؤاخذة يا والدي، المتعوس متعوس متعوس. لا، شو اللي صار يا أخي؟ امبارح اجى على داري حرامي. امبارح بنص الليل وكانت الدنيا برد. وانت شو سويت؟ شو سويت؟ جيت وهو طالع الحرامي، قلت له يا اخوي لو سمحت بعد اذنك سكر الباب وراك، بدنا ننام، ما هي الدنيا كانت برد. شوربة سخنة يا دكتور. سخنة يا أخي، قلت لكم 100 مرة جيبوا لي إياها على العيادة. الشوربة؟ الشوربة فكرتك بتحكي عن مريضة. انت طلبتني؟ نعم. خير ان شاء الله. بصراحة أنا مش عارف كيف أفاتحك بالموضوع. لا الصراحة احسن. أنا شايف إنك تاخدي لك إجازة يوم يومين بدنا نعرف نشتغل. أنا بدي أفرطها معاك، ها ولا وشو ها؟ أنا بدي أعرف ليش أنت هذا بتسوي، ليش هذا بتسوي؟ ليش كل ليلة بتجيني وجه الصبحانة؟ بدي أعرف، لأنه ما بلاقيش محل ثاني فاتح غير هذا المحل. صباح الخير. نقول صباح الخير. صباح الخير حضرة المدير. شو مالك؟ أنا آسف حضرة المدير، امبارح ابني ما خلاني أعرف أنام. ليش؟ طول الليل وهو مصحيني. العاد ما دام هيك جيبه خليه يشتغل معنا هون، بلكي صحاك هون.
مرحبا. اهلا. والله ممكن تبعتي لي التلكس لو سمحتي. حاضر. شو سين 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 هاي؟ مختصر مفيد، تلكس مختصر. طب لو سمحت فهمني اياه انا على الاقل مشان اقدر ابعت. بسيطة. سين 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 سين. سلمان سافر، سلموا سيارة سبور. بلزم أي خدمة يا بيه؟ لا شكرا شكرا. ما في أي خدمة يعني أي شيء ثاني يعني. لا خلص شكرا. الصحيح انك كفيت ووفيت. مش حضرتك المليونير أبو سعيد الدرغلوسي؟ ايوه انا الدرغلوسي. يا بيك ابنك عفوا كثير بكرم معنا ومحترم وبكرمنا وكل شيء، بس يعني انت لا سمح الله يعني عفوا يعني، بس انت يعني بالمرة يعني. لانه ابني ابوه مليونير بس انا ابوه شحات. قول والله لو سمحتي تذكرة بس تكون درجة أولى. ويعني رغم الخسارة اللي صارت لي بس بدي أحضر الحفلة هذه. اكيد بتحب المطرب، بس ان شاء الله ما تكون الخساره كبيره. ويعني حفظتي انسرقت وكان فيها حوالي 100 دينار. عجيب. وشفته؟ شفته، بس القاروط هذا دخل محل مكتوب عليه ممنوع الدخول وما زط مني. عزيزي الضيف الكريم، الليلة دون بقية الليالي افتتح شباك تذاكر خاص بالمسرح نظرا لوجود المطرب المشهور سعيد الأملس، حيث تباع التذاكر حسب الدرجات: درجة أولى 5 دنانير، درجة ثانية 3 دنانير، ودرجة ثالثة دينارين. فإلى المسرح. لو سمحت رجعي لي فلوسي. خير إن شاء الله. صوت المطرب ما عجبك؟ لا المطرب عجبني، مش هذا السبب. ولا إيش السبب؟ مش عيب عليكم تبيعوني تذكرة درجة أولى وتحضروني نفس الحفلة اللي حضروها تبعين الدرجة الثانية والثالثة؟ السلام عليكم يا بيه. أهلا. كيف الشغل ماشي معك يا بيه؟ الشغل كله روتين في روتين في روتين في روتين. ول إذا أنت بيك تحكي هيك عن شغلك، كيف أنا شو بدي أحكي عن شغلي؟ ما هو يا أخي أنا بصحى الصبح بحلق دقني، بنزل على الشغل، نفس السيارة بشغلها بضلني رايح. يا سلام. بوصل المكتب، السكرتيرة بتناولني يوميا الملفات، توقيع 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 توقيع، برجع بتغدى، بروح بعد، كله روتين في روتين في روتين. عشان هيك بتلاقيني باجي على المسرح بتفقد أحوال المسرح، حركة المسرح. أنا الصحيح يا بيك كل شغلي طلوع نزول 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 طلوع نزول. إيه الأستاذ بيشتغل في البورصة؟ لا نسيتني، أنا سفيان عامل الأسانسير. طلوع ونزول. طلوع نزول طلوع نزول كله طلوع نزول طلوع نزول كله. أنت سفيان. سفيان. كيف حل الأسانسير معك هالأيام؟ اسكت ساكت يا بيك، اسكت ساكت. دائما خربان، دائما معطل. هذيك اليوم تعطل فيه وانا طالع في الاسانسير، تعطل فيي ايه، صرت اصرخ انادي على الناس: يا ناس يا ناس يا ناس الحقوني، يا ناس يا ناس وين الناس؟ سمعت واحد اللي هو بيحكي استنى هلا بنبعث لك عامل الاسانسير. انا سمعت بالقصه هاي، عشان هيك انا امرت بانهم يحطوا الاسانسير على البنزين. ليش؟ احتياطي لما تطفي الكهرباء مثلا يكون مشغل على البنزين. انا في عندي اقتراح يا بيك. تفضل. البنزين خليه محله، البنزين كويس. انا عندي اقتراح بقول بيعوا الاسانسير. مرة يا بيك طلعت مع واحد زبون في الفندق، طلعنا في الاسانسير، ضلينا طالعين بطيء الاسانسير، ماشي على بطء. قال لي الزبون: شو الاسانسير هذا؟ يعني ما فيش فيه شيء بسرعة، ما فيش فيه شيء فيه يعني شو هذا؟ ما فيش فيه شيء بسرعة. قلت له فيه.
قال لي ايش؟ قلت له بيخرب بسرعه. انا كيف بعجبك يا بيك، موظف ممتاز. أنا شخصيا أجاني تقرير عنك إنك موظف ممتاز وبتتعب تصليح أسانسير، عشان هيك أنا قررت زيادة راتبك 10 دنانير. بس اسمع، ايوه اوعى حدا يعرف هذا سر، موضوع راتبك سر. طبعا سر يا بيك، اي انا اصلا بستحي احكي قد ايش راتبي. عن اذنك. عزيزي الضيف، مع الموسيقى، مع العزف المنفرد. عزيزي الضيف، مع كمان سولو وتشيلو سولو، مع العازفين فكري وفخري وهذا الكونشيرتو. خولة أطلال ببرقة ثهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد. وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسد وتجلدي. أيها الضيف الكريم، مع أغنية شد حيلك يا جملنا. شد حيلك
حيلك شد حيلك قالكم لفوا عخيلك شد حيلك شد حيلك شد حيلك شد حيلك شد حيلك يا جملنا خيي رد الخيل عنا ردي خيل العيدة وهدى وهو قاعد على المخدة شد حيلك شد حيلك سالم سالم يا سالم ماله هذا ماله نايم بالنظارة ايه هذا كل ليلة بيجيلي بنهفة شكل مالك متأنزع بالنظارة رد علي يا سالم سالم النظارة ليش نايم بالنظارة فهمني انا ليش نايم بالنظارة انت ليش نايم بالنظارة انت ليش نايم بالنظارة يا سالم ليش نايم بالنظارة شو مالك يا سليم شو مالك يا سليم شو مالك نازلة تصرخ يا ولية بقول لك انا بقول لك عمادي يا ولية نامي كل الغرف اللي جنبنا أجانب هلا بيحكوا عنا يعني نامي يا ولية ايه نامي شو مالك شو بدك سالم ليش نايم بالنظارة قول لي يا حبيبي شو مالك يا حبيبتي وهذا سؤال ليش نايم بالنظارة نايم بالنظارة عشان أشوف الحلم واضح ايه